كورهم وبنت باباهم. وفي الجزائر المغدورة، في الجزائر المخدوعة اللي خدعوها العصابات، ولد الخماس يبقى خماس، ولد الفلاح يخرج فلاح، ولد الوزير يخرج وزير، أو من الحاشية تاع الوزراء يخرج وزير، وولد الجنرال يخرج سفير. بنت شنقريحة، ميليسيا شنقريحة، عضو دائم ومبعوث من طرف نظام العصابات للأمم المتحدة بمنصب سفير للجزائر. يعني هذوك الأعضاء الدائمين تنجم تقول عليهم سفراء، بما خاصة رئيس البعثة، رئيس البعثة الدائمة للأمم المتحدة. يضربوا على الأقل، هي تضرب على الأقل 300 مليون سنتيم شهريا كل شهر. سكنها خالصة، شيفورك خالص، وكلش خالص. هاي لا حاجة ميليسا تخاطبكم. For the presentation of his report exposes the vulnerability of certain categories of individuals faced with the scarcity of water in public spaces. My country pays great importance to this question. In Algeria, considerable efforts have been made over the last 20 years for drinking water provision and sanitation. 177 wastewater treatment stations are now operational throughout the whole country, and more than 90% of the population is now linked up to the public sanitation network. These efforts have been supported by different programs and policies established by Algeria in cooperation with UN Habitat in particular on the creation and restoration of urban spaces in conformity. هاو علاش راهم كي خرجوا لهم خنزهم وخرجوا لهم الفوحه تاعهم، هو علاش يهيجوا علينا. هاو علاش هايجين علينا عبله، وعارفين ضرهم وين راه، واللي راه يخرج في اللي ما يعرفهاش الشعب الجزائري، واللي ماهوش تبقى هضره قال لي قلت لك في الناس اللي تهضر، ولا في الناس النشطاء، ولكن يجي امير يخرج لك الصوت والصوره والفيديو واللي بروف طونجيبل، الادله الملموسه. فالنظام عارف وين راه مركز، عارف وين راه مركز، وعارف وين راه المعلومات الدقيقه. شوفوا بناتهم وين راه، وانت راك فرحان وتجري واستقلينا. واش من استقلال اللي استقليته؟ هذو اللي قالوا استقلوا تجي عليهم، هذه اللي قالت استقلت تجي عليها. وهذه كانت تخدم هي ولد بن غبريط وابناء جنرالات اخرين، دوكم بعد نجيبهم لكم. ابناء العديد من الجنرالات هم ضمن البعثه الدائمه للامم المتحده. انت في ميزك يكونوا ولاد الجنرالات واولاد كبار القوم، كبار العصابات، يكونوا ممثلين لهم في الامم المتحده. يا هل ترى سيدافعون عن الوطن، سيدافعون عن الجزائر كجزائر، ام سيدافعون على مصلحه هذا النظام؟ على من غادي يدافعوا؟ كانت تقيم في مدينه جنيف السويسريه، والان ميليسيا ساكنه في بريطانيا، في انجليز. قولوا لها روحي للبلاد وهضري. وكما هي راهم بزاف ولا جنرالات، كما امينه بنت الجنرال توفيق. امينه بنت الجنرال توفيق في مدينه نيس الفرنسيه في جنوب فرنسا حدا موناكو. ماشي ارقى حي كما قال ود القومي، ارقى المدن. والشالي تاعها والقصر اللي عندها، بلا ما نتكلموا على سيد علي ولد الجنرال توفيق اللي راه في بريطانيا. هادو قولهم روحوا هضروا، بلا ما نتكلموا على شفيق ولد الجنرال او الفريق الاول شنقريحه اللي راه مقيم في باريس. بلا ما نتكلموا البعثه الدائمه للامم المتحده، خاصه هذه الفئه
يحطوا فيها ولادهم. انت لازم لك تجري مور الكار وتعطيه العلم تاع فلسطين، الكار تاع العسكر، وتقول له قول 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 قول، هيا، ويقعدوا يبردوا لك في الفرفاره اللي عندك، يخرجوك للطريق تصور الشيران وتصور الاخر، ويا راهم عجبك الاحتفال، عجبني، عجبوك المحيرقات، وعجبوك هاد الصوالح، عجبوني، ودي تجي لفعه، عجبك الاخر، وديسكو ماغرب، واو دير انا ما تامنش راسك. زيد احكي لنا دي تجي الاخر لفعه كلا الكرنطيطه عند عيبوط، عجبتك شفت الكرنطيطه كي داير، استقبل زهر معاكم الدنيا، راكم بيان، راكم لاباس، حيوا شكون كيفكم، قولوا الحمد لله سي محمد، قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله سي محمد، لانكم هذيك هي يقول لك اللي ما تنجمش ديباسي تزيد تعوز تعرف حاجه فوق كبيره، نو صوالح كبار تاع الدوله ما تدخلش فيهم، اسرار الدوله هذا، هذوك اسرار الدوله، وهذوك لازم نحافظوا على الاسرار تاع الدوله، هما الاسرار تاع الدوله عندهم، اسرار الدوله في الجزائر ان اولادهم حاكمين المناصب الهامه، هذه هي اسرار الدوله، اللي يقول لك اسرار الدوله، ما لازمش تحوس تفهم، لازم لك تحوس تعرف الكارنتيكا، او كما يقولوا خوتنا في العاصمه قرنطيطه، اسكو كان كلاها دي جي لفعه، دي جي سنيك تكلاها بالهريسه ولا بالفرماج ولا بلا هريسه، والكمون زادوا له الكمون، هذا واش لازم تعرف، هذا واش لازم تعرف، حاجه واحده اخرى ما تحوش تفهم، لان اذا تحوس تفهم في هذه الصوالح راك تحوس تنبش في اسرار الدوله، وهنا تولي خطر على الامن القومي وخطر على المجتمع الجزائري. شفت كيفاش يخمم وكيفاش يديروا لك حدود حتى في التفكير تاعك، ما تحوش، هاو علاش دائما يباري لك تبع امير ديزات راك ارهابي وراني نديروا لك ونعملوا لك ويرهبوا في الناس، روحوا تبعوا الزوايا اللي عندنا، يقول لك تبعوا هذوك، او تبعوا العبابله، او تبعوا اللي راهم مكوفينهم تحت المعارضه، ويل فيندرا لو جور اللي يعاودوا يلبسوا الفيسا تاعهم كيما لبسها قطراجي وكيما اللي خرج عيني عينك. مالا طالبي حاكم بارك الله فيك خويا ربي يجازيك، مالا هنا باش تكون في الصوره ما لازمش تتعمق وما لازمش تحوس تعرف، اذا حوس تعرف فتلقى هرم السلطه في الداخل ولا في الخارج مبني على نظام العائلات، ريغروبمون فاميليال وبوفوار، داخل سيستم تاع ريغروبمون فاميليال، فلانه مرت فلان، وفلان نسيب فلانه، وفلانه نسيبت فلان، هاو علاش كان يقول لك امير راه يتبع في الكيلوطه تاع ولاد الجنرالات وبنات الجنرالات وغيرهم الحال، لانني عارف وين راه المشكل والمعضله الاساسيه والقضيه وين راهي، هاو علاش كانوا يقولوا ابا خطينا بنت فلان ولد فلان، لا لا ما خطينيش، ما تنجمش تقيديني كيما تحب انت ولا كيما تحبي انت، واش السيجيات اللي نهضر فيهم. بارك الله فيك خويا مسمي روحك جورج وسوف، ربي يحفظك. فهمتوا ولا ما فهمتوش خوتي؟ هكذا هاد الامور ما لازمش تعرفها، ما لازمش تعرف شكون هما اذرع جبار مهنا، ما لازمش تعرف واش هو الاهداف من غرس الكاميرات في منطقه تيزي وزو بجايه والبويره، ما لازمش تعرف حقيقه مقتل جمال بن اسماعيل ومن كان وراءها، ما لازمش تعرف ولاد شنقريحه وراهم وبنات شنقريحه وراهم، ما لازمش تعرف ولاد الجنرال توفيق وراهم، ونخرج لكم من بعد صور حصريه لممتلكات وليه العهد للجنرال توفيق امينه وغيرهم من الكليكه، واولاد جبار مهنا واولاد وبنت نصر الجن وغيرها، تلقاوني مشكلتكم الى يوم الدين. عيسى مخلوف بارك الله فيك خويا، تحياتي ليك خويا الناس امريكان. وراكم شفتوا خارجين لا حية لا حشمه ومخرجين ماتريال تقول ما شبعوش من المناورات، ارواحوا نخرجوا لكم بارك الله فيك خويا موكي، ارواحوا نخرجوا لكم ماتريال يشوفوه الجناس باللي راه عندنا، يا الرواس على بالهم باللي عندك داك الماتريال لما راك مخرجه وكوبا لك، فرانسيس على بالهم بالكيلوطه تاع شنقريحه كي دايره، الكيلوطه تاع شنقريحه على بالهم بها، واش من المخابرات الدوليه كاع على بالهم واش عندكم واش ما عندكمش، راكم تشروا من سوق واحد، راكم تروحوا الماسره تاع الروس ونرفد ونرفد، مخرجين ماتريالهم ويحتفلوا بالاستقلال،
يحتفلوا بالاستقلال وكأن الجزائريين عايشين في استقلال، وكأن الشعب راه عايش حقيقة في استقلال. الوقت اللي يحتفلوا فيه بالاستقلال ولاد الشهداء الحقيقيين مرميين في الأحباس، منهم شكرابي شاعر الحراك ابن الشهيد شكرابي، منهم حكيم عبدال تحياتي لك خويا بارك الله فيك من سويسرا خاوتنا، منهم زوجات شهداء ما زالوا يسكنوا في الكهوف وانت تحتفل بالاستقلال. استقلال اللي استقلوا الوحيدين في الجزائر هما جماعه كلوب دي بان وموريتي. مولاي اسماعيل ربي يستر خويا. استعراض الخوف الشعبي الخردة طبعا. بارك الله فيك خويا محمد 69 ربي يسترك خويا ربي يحفظك. نساء الشهداء ما زالوا مرميين في كهوف مساكين ما عندهمش دار. واش من استقلال تحتفل به؟ استقلال اللي جابوه نفيتوهم مباشرة جيش الحدود وأتباعه، لأن هؤلاء هم سلالة جيش الحدود وليس سلالة جيش التحرير الوطني. واش من استقلال تحتفل به؟ وكل من طالب بما طالب به عبار رمضان اللي هو دولة مدنية رميتهم في الأحباس. تحتفل لي بالاستقلال. المجاهدين الحقيقيين اللي جابوا الاستقلال النص نفيتوه ومات منفيا في الخارج. حتى اللي دار النشيد الوطني مفدي زكريا ومات منفيا في الخارج. حتى اللي كانوا اللي اول من او من السته اللي داروا ثوره، منهم دا الحسين ربي يرحمه مفجرين ثوره، ولا دا الحسين يا سجنتوه حتى هرب من الحبس ومات في غربته في سويسرا. محمد بوضياف ربي يرحمه جبتوه وقتلتوه امام العالم يشوف فيكم، لو موند اونتي يتفرج فيكم تيريتو عليه في عنابه قدام العالم يشوف، وتجي اليوم تحتفل باستقلال وانت مازال ما تحركش حاجه بلا ما يعطوك لوتوريزاسيون سوا شواكركم من الخارج. ما تحركش حجره من بلاصتها. الحدود بين الجزائر وتونس ما قدرتوش تفتحوها، كنت هضرت عليها، ما قدرتوش تفتحوها حتى جاتكم الاوكي من عند لالاكم الامريكان. وتجي تتكلم على سياده وتجي تتكلم على استقلال، زيد مدور بروحك شكون؟ صدعتونا تطبيع 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 ولقينها سبه غير باش تحوسوا غير السبه هنا ولا السبه لهيه. بارك الله فيك خويا صالح. السبه هنا ولا السبه لهيه مع زعما المغاربه. راكم جبتوا اب التطبيع جد التطبيع جبتوه اون بيرسون محمود ابو مازن. تسقسي الفلسطينيين تقول لهم ماشي تسقسي البردوع اللي ماهوش عارف يجدها ترن. البردوع ماهوش عارف شكون اللي يحكمه، باغي يحكي يعرف الفلسطينيين شكون يحكم فيهم. البردوع اللي راه ينهب فيه قدامه، يسرط فيه قدامه، يسرق فيه قدامه، عيني عينك، ماشي ما يحتاج لا يترجم له واحد ولا يدير تحريات ولا يدير تحقيق، راه يشوف فيه. المير اللي معاه ما نروحوش الفوق البوتبون، غير المير راه يشوف فيه ويصفق له. فبالك باغي يعرف انت يا محمود عباس. محمود عباس هو واحد الاول اللي باعها في الكره الارضيه. محمود عباس اول اللي باع فلسطين والشعب باعهم مع بعض كاع، باعهم مع بعض، جايبه انت وحاطه في الواجهه وتبردع في الزوايل لانك لقيت قطيع ما يحوش يفهم. وانا من هذا المنبر اذا كان كاين الناس اللي راضيين عارفين كلش وراضي يبدل، وهذيك خبزته 200,000 300,000 ويقعد يهايط في التعليقات. ولكن الناس اللي ماهيش فاهمه واللي ماهيش عارفه ما تسمعش الامير. روح شاطي تلاقى مع كاش فلسطيني ولا سقسيه على حوس في جوجل اكتب ابو مازن محمود عباس كتب حدا خيانه تلقى الفلسطينيين اون بيرسون واش كاتبين عليه. ولكن انت يصور لك في محمود عباس اللي جايبه تاع فلسطين، يصور لك فيه وكانه هو فلسطين، كما كان يصور لك هذا الاعلام نفسه ان بوتفليقه هو الجزائر. السيستم كان باغي يردوا لك باللي بوتفليقه هو اللي اكتشف الجزائر، هو كريستوف بوتفليقوس اللي اكتشف الجزائر، هو مولاها وهو تاعها الجزائر. بارك الله فيك خويا معلوم، تحياتي ليك وخوتنا في كندا.
بغا يسوق لك هذا الفكره النظام وسوقها لك في وقت ما حتى وصلت فئه تعبد في الكادر وتلحس الكادر وتعنق في الكادر ولاو يقدموا العواد الاحصنه ولاو العود يجيبوه يمدوه الكادر كادو كادر بوتفليقه حاطينها كادر وجايبين له يمدوا له في عود كادر يعني وصلوا لمرحله نفس الشيء يسوقوا لك فيه ويقول لك جابوا كبار قاده العالم تسمع كبار قاده العالم انت تقول جابوا بوريس جونسون تاع الانجليز تحسب جابوا بايدن تاع الامريكان تحسب جابوا كاع القياد جابوا ما نعرف تاع الالمان جابوا جايب لي انايا خرده تاع اثيوبيا جايب لي شعوبهم ما يعرفوهمش جبتوا ناس شعوبهم ما يعرفوهم ماشي قاده العالم الشعب تاعها ما يعرفهاش جايب لي بنبطوش هو بنبطوش كبير قاده العالم من كبار قاده العالم هاو دوك مشي تقول واحد يخبط راسه مانيش عارف انا جايب لي بنبطوش وطايح اللي يجيب لكم كبار قاده العالم وجايب غير الكليكه تاع الزريبه كالعاده والعوايد الزريبه اللي موالفين يعيطوا لهم اللي موالفين بعثوا له برقيه بعث لهم برقيه بعثوا له برقيه بعث لهم برقيه جايبينهم نفسهم وجايبين غير نفس الاخر هم مخرجين الماتريال خير وبركه با اروحوا تشوفونا محمود عباس كاش ما تستحق هبهاب كاش ما تستحق حاشاكم خوتي حاشاكم جايبينه محمود عباس ارواح كاش ما تستحق رانا هنا يا ضرا بن بطوش عجبتك السلعه كاش حاجه تستحقها نسلفها لك نورمال اس 300 اس 1000 نسلفها لك نورمال ديبانيك بها سمانه ولا سمانتين وجايبينهم وخارجين في عيد الاستقلال لاستقلال مزعوم من الاستعمار الفرنسي خارجين يحتفلوا بسيارات فرنسيه ما صنعش طوموبيل تحتفل بها 60 عام يا ودي استوردوا حاجه واحده اخرى عندك ثم خرج مش عارف انا خرج حاجه واحده اخرى خارج تحتفل بمنتوجات صدرت اليك وشريتها بالاموال من نفس المستعمر اللي كان مستعمر امين راك في فرنسا روح وحدر امين راك في فرنسا روح وحدر ها ولا رايسك مخرج الماتريال تاع فرنسيس يحتفل لك به تاع البياري وتاع لابوليس ودايرين بهم كورتاج خارج غير بالبيجو ما قالش في موسم في عيد الاستقلال لانه لو كان صاب عندك ذره يا ابو اسبوع ويا البردوع تفكر غير شويه تقول بصح نورمالمون ماهوش وقتها لان ما تنجمش يا دي كونتراديكسيون هنايا في هذه الحاجه راه كاين هنا وكاين تناقضات وكاين بزاف صوالح بارك الله فيك خويا ايفري راه كاين بزاف التناقضات فيها ولكن عارفك باللي انت راك ان كونسوماتور وتكونسومي كاع اللي مدوه لك كلش عادي مهم تبون وشنقريحه كي تشوف هذاك الماتريال تقول اللهم بارك هذه راهم حقيقه 60 عام من الاستقلال راهم حقهم مازال كاع داك الماتريال مازال يطفي النار بالبالا في الغابه مازال العسكر يعطوه البالات الباله محمد الباله يطفي بها لهيب تاع هكتارات من الغابات طبعا اللي حرقهم جبار بهنا وجماعته وليكيب كليكه تاعو عاطينك بالا 60 عام من الاستقلال ما شريتش مروحيه واحده كنادير تاع الطائره اللي احمد النيران 60 عام مازال تكري والجناس يطردوا فيك يقول لك اودي انا عندي الصيف هذا ما نجمش نكري لك ربما تنحرق لنا غابه كيما ذاك العام اللي خرج بوتبون يقول لهم كنا باغيين نتسلفوا على الاتحاد الاوروبي وقالوا لنا رانا بعثناهم لليونان وبعثناهم مانيش عارف واش ما زلت تحلل ميزانيه تاع راهي تدور في 14 مليار دولار ميزانيه الجيش في العام ما قدرش تخصص منها يا سيدي ما تخصصش للشعب خصوا غير طائره واحده لاخماد النيران خاصه بالجيش تاعكم لان كاين العديد من الكازيرنات راهم في الجبال وفي وسط الغابات كي يلهبوا هادو باغي تطفيها بالاس 300 باغي تطفيها بالهبهاب باش غادي تطفيها يا سيدي ديروا طائره عسكريه مخصصه يا اخماد النيران باش تطفوا على عسكركم اللي راكم تهدوا به في الشعب
انتم راكم تهدوا في الشعب وتوروا لهم باللي قادرين نديروا لكم نعملوا لكم في اي لحظه. هذا هو التهديد تاعكم المباشر، تهدوا في الشعب باللي راه كاين الماتريال وقادرين نديروا لكم ونطحطحوكم في نهار. اللي يغلط هذا هو جيش جنرالة واسمه بشار الاسد. ما داروش غير نهار اللي داروها كثر شعبهم، شردوه اللي قتلوه بالبلاميل المتفجره. نفس الشيء بالنسبه للجيش العراق، صدم مع يا صدام، صدم يا صدام. نهار اللي بغاو يدخلوا للعراق صابوا الجنرالات تاع العراق كاع بايعينها كيما راهم بايعينها لي عندنا. اذا كان الجنرالات بايعينها عندك فما فائده كاع هذاك الماتيريال؟ اذا كان القاده بايعين الماتش الي روتور فبتليفون واحد ينسحبوا كاع، تليفون مكالمه ينسحبوا كاع من المعركه. واي معركه اقوى الجيوش فوق الارض هم الشعوب او الانظمه كيكون عندها شرعيه وشعبها ملتف بها. اما الجيوش اللي يدعي بالقوه يموت بالضعف. قالوا ناس زمان هذه الهضره، قال لك اللي يدعي بالقوه يموت بالضعف. العراق كان من اقوى الجيوش العربيه، ولكن هل يبغوا يدخلوا لي زاميريكان البغداد؟ كانت بغداد لم تصمد ربما 48 ساعه طاحت. 48 ما صمدتش كاع. علاش؟ لان القاده بايعين الماتش كما اللي عندنا بايعين الماتش. غدوه يجي يدخل اي عدو اجنبي الجزائر يعيط لشنقريحه ويعيط الحاشيه تاع شنقريحه فيخلون له الميادين والسلام عليكم وتربح رابح وفي طريق السوق. انت راك حاسب بالصح اللي كاين. اذا كان القاده نصهم راهم في الحباس بتهمه الخيانه ما حبدها، قاده مخابرات راهم في السجون بتهمه الخيانه، جنرالات متهمين بالخيانه لصالح دول اجنبيه. واش ماسكه عليهم هذه الدول؟ واش كانوا يسربوا لها هذه الجنرالات تاع المخابرات ولا جنرالات في الاشاره ولا جنرالات في اي مجال كان؟ حتى الامين العام تاع وزاره الدفاع راه في الحبس، عبد الحميد غريس. هذا واش كانوا يسربوا للناس؟ يعرفوا عليكم كلش. اذا كنتم مخترقين من الداخل واذا كانوا جنرالاتكم متواطئين مع جهات او اجندات اجنبيه حتى وتشروا السلاح الدنيا كومبلي ما ينفعكمش. ما ينفعش. هذه حقيقه خوتي لازم نقولوها. اللي راه حاب يفهم ويستوعب، اذا كان النظام يسجن مواطنين بتهمه اضعاف الروح المعنويه للجيش ولا اضعاف معنويه الجيش، واش من فائده الاسلحه؟ اذا كان منشور تاع فيسبوك يزعزع وزاره الدفاع ويزعزع منظومه كامله ويزعزع 500 ألف عنصر من عناصر الجيش، واش من الاسلحه؟ واش هذا الشيء؟ اذا كانت تقارير يوميه باش ما يهفكش بهذاك الميديا كيبغوا يقنفلوا الحاله ويبغوا ينسفوها، ردوا لك دي جي سنيك هذا، ردوه لك الكارانتي كان ياكلها القرنطيطه، داروا عليها محمد وردوه لك يردوه لك باللي ما ياكلش كيما حنا وما يستبنش كيما حنا القرنطيطه محمد كارانتيكا ما يستبناش كيما يستبنها المواطن. يعني هذا هو الاعلام كيبغوا يضخم وينسف ويقنفلي والدنيا انت تقول خلاص. اذا كان تقارير يوميه صادره من عندهم وخرجتها لهم، صادره من عندهم هما وخرجتها لهم، وتقارير سريه جدا من لا دي سياسه، من المديريه المركزيه لامن الجيش ومن المراقبه العامه للجيش، تقول باللي حالات الانتحار في الجيش راهي كارثيه. راهي تقول باللي اكبر عدد من الناس اللي راهم ينتحروا داخل الجيش بالاسلحه الناريه الخاصه تاعهم، السلاح اللي عاطيه هنا يتيري به على روحه، في فئه صف الجند وصف الضباط. صف الضباط وصف الجند باش يعرفوا خاوتي اللي سوزوفيسي والجنود هما العمود الفقري تاع الجيش، يعني هما اكبر عدد في الجيش. الجيش باش متكون من جنود ومن صف ضباط ومن ضباط سامون. الجنود هما اللي يكونوا في الواجهه دائما وهما اللي يكونوا القاعده تاع الجيش. والكارثه العظمى ان هذه الفئه اللي راهي تنتحر بقوه وبكثره في الجيش تابعه لفورس تيرست، تابعه للقوات البريه، والقوات البريه هو العمود الفقري تاع الجيش.
سلاح القوات البريه، الجيش فيه القوات البريه والقوات الجويه والقوات البحريه، وفي كل وحده عندها تخصص. يجي القوات الجويه كاين الدفاع الجوي على الاقليم، القوات كاين كل عندهم مصالح، كل واحد عنده مصالح مختصه. اذا كنت تشوف انت عدد رهيب، وفي التقارير السريه تاعهم يقولوا مخاوف وتزايد من حالات الناتجه. قال لك هذا الاخر منين جات، دائما هم يديروا التقارير تاعهم دي السياسه المديريه المركزيه، دائما ويديروا الاسباب المؤديه الى هذه الحالات. من الاسباب المؤديه الى هذه الحالات يقول لك باللي ناتجه عن الازمات النفسيه. ازمه نفسيه، ماهوش ازمه اس 300 ولا ما عندهمش الاس 300 ولا ما عندهمش اس 10000 ولا ما عندهمش الهبهاب. البروبليم قال لك البروبليم راه داخل، ازمه نفسيه. يروحوا يختاروا لك بعض الفئه يجيبوها لك، يديروا لك بها الشو، يديروا لك بها المسرح في الطريق ويجري ونقز، اللي طبعا عايشين الرفاهيه وعايشين الجيش. راكم عارفين الجيش كاين فئه عايشه بيان، كاين فئات وتخصصات ومناطق. كاين جهات اللي عايشين بيان، اللي خدامين في لي ريجيون، اللي خدامين في الادمينستراسيون، اللي راهم خدامين. وكاين جهات عايشين الجحيم، الجحيم المدقع، والعسكر راهم يتابعوا فيا وعلى بالهم. وشهادات من عند عناصر الجيش في الصحاري، في الجبال، عايشين حالات ما تصدقهاش. وعاش معاهم، يعني كان شافع عليهم في العديد من المراحل. شنقريحه اللي راه اليوم قائد اركان، خدم في الويتيام بيبي في بلعباس، في بيدو راس الماء، بريغاد بلاندي. خدم في بشار معاهم، لانه هو كان شاف ريجيون تاع بشار. مين كان حاكم كذلك تيندوف، الصوص تاع تيندوف تابع البشار سي لا تروا. خدم، يعرف الحالات اللي راهي كاينه، بصح هو ولا يهمه فيهم. هو تهمه ميليسيا بنته تكون طاقه روحها وضامنه المستقبل تاعها وتاع اولادها واولاد اولادها واحفاد احفادها وراه قدام. لان المنصب تاعها ما يخلاش. كي يروح واحد الى البعثه الدائمه للامم المتحده، فبعدها كي يدخل لاجيري يروح الى وزاره الخارجيه ليعين كسفير وقنصل حتى يموت سفير وقنصل. طبعا قبل ما تموت تكون بريباراتيه ولدها وبنتها ولاد ولادها، ويستمر نظام العائلات من 62 الى يوم يبعثون. كيف بالنسبه لولد الغبريات، كيف لفلان وعلان. هو ما يهماش لا جندي ولا كابران ولا هما. خرجهم، دير لهم الشو، يشوفونا الجناس باللي عندنا الاس 300، ويشوفونا الجناس باللي رانا خالعين الجناس، رانا وطوب، ورانا نقدروا نديروا المعارك ونقدروا نصدموا في. قلت لك اللي يدعى بالقوه يموت بالضعف. انسان يكون، لو كان عندنا نظام حقيقي، يكون نظام حكيم ورزين وحكيم، ومشي في كل 2 دورات يروح يخرج الدبابات تاعه ويقعد يجري بهم في الطرقان. هذا نظام مراهقين، والمراهق ربما تصيبه اذكى من هذا النظام في امور هذه. النظام هذا نظام تاع عجزه، ونظام تاع شوفونا يا الجناس. الانظمه تكون حكيمه وثقيله، ما يروحوش يخرجوا على الماتريال تاعهم يقعد. وليتوا تبهديله قدام الجناس. الجناس شوفوكم مخرجين الماتريال تاعكم اللي شريتوه من عند الرواسه، روحتوا عند الروس تتهم الدراهم عطاكم السلاح والسلام. مخرجينه وتجروا به في العاصمه، ومخرجين كورون واخرهم الاحتفالات انا عمري واش الناس ديفيلي بالاس 300. وين صرات في العالم الناس ديفيلي بالاس 300 محمد؟ ديفيلي به ومخرج هذا وتجري به في الطرقان. اس 300 محمد، راك تهضر على اسلحه ماشي زعقه ماشي لعب، وتجري بها في الطرقان. تزيد تشوف البارح دوك نوريها لكم 60 سنه من الاستقلال. تسمحوا لي غير دقيقه. 60 سنه من الاستقلال، ماشي قال البارح ولا البارح ولا 60 سنه. شوف 60 سنه 60 سنه تزويد 1200 عائله بالغاز الطبيعي ببلديه
تمرجيت ولاية بجاية بمناسبة ذكرى 60 عام الاستقلال. بعد 60 سنة من الاستقلال، بعد 60 عام، بعد 60 عام، فايت نص قرن في دولة من أكبر الاحتياطات، تعدها من أكبر من كبرى الدول اللي عندها احتياطات على الغاز، من كبرى الدول اللي عندها احتياطات على الغاز. ماكش تهضر على دولة مثلا ما عندهاش الغاز، ولا راك تهضر على دولة اللي عندها من أكبر، وتهدد به الخارج الغاز تاعها، تهدد به اسبانيول وتهدد به. بعد 60 سنة باش دخلوا العائلة، دخلوا العائلات الغاز. بعد 60 عام باش ربطوا شبكات، والعاد مازال ملايين في الجزائر ما عندهمش الغاز الطبيعي تاع المدينه، غاز دو فيل، ما ربطوا لهمش الغاز. هادو نورمالمون هذه كون احتفلتوا بها في السبعينات، ماشي في 2022. في السبعينات، في 2022 مازال دواوير ومازال فيلاجات ومازال زواوله ما عندهمش الغاز الطبيعي. بصح المهم عندها الاس 300، المهم عندها الاس 300 اللي كل يوم يخرجوها له يشوفها، ما يشوفها ويتمسح بها. المهم عندها البارجات وعندها الغواصات، هذا هو الاهم عنده، هذا هو اهم شيء عنده. ف بترقية شنقريحة سيكون أول ضحاياه، لأن علاش ترقى شنقريحة إلى رتبة فريق أول؟ للإطاحة مباشرة، وستسمعون هذا في الأيام القادمة إن شاء الله. كنت قلت لكم المدة، وكانت لا بريباراسيون تاعهم الفوايو صاحبه بن علي بن علي، لأن بن علي بن علي هو الوحيد في الجزائر اللي يمتلك رتبة فريق أول. والآن شنقريحة زادوا علقوا له فريق أول. فالآن بن علي بن علي كان رافض قطعيا لقضية ترقية شنقريحة إلى فريق أول ويصبحوا كيف كيف في الميم جراد. أسرع عملية ترقية في التاريخ لشنقريحة. شنقريحة منذ عامين كان لواء قبل ما يموت القايد صالح، او في المرحله اللي مات فيها قايد صالح، اللي قتلوا فيها قايد صالح تتفاصل. في ديك المرحله كان لواء، كان لواء سعيد شنقريحه قائد القوات البريه، بعد ما جابوه من الناحيه العسكريه الثالثه، طلعوه حطوه قائد قوات بريه برتبه اللواء جنرال ماجور. مور اللي قتلوا قايد صالح، تبع حسب معايا، مور اللي قتلوا قايد صالح راحوا مباشره الى السان جويي وعمليات الترقيه. روح ديريكت للشومبرا وين يجيبوا لي قالوا زيد نجمع ولاو ثلاثه، فيطير صاروخ الى فريق، من فريق زيد فاتت السنجويه الاولى، السنجويه الزويده زيد فريق اول، ليحتمي به دائما، يخدموا بعضهم. شنقريحه بتبون يتبون بشنقريحه ويكوفروا في بعضهم ليصبح فريق اول. هنا الخطوره تكمن على المحسوبين على الدولة العميقة، واللي هو كان ينصب فيهم شنقريحة اون بيرسون، ومنهم ناصر حداد، قلت لك ناصر حداد، عبد القادر حداد، ناصر الجن، والعديد من المحسوبين على الدولة العميقة كان هو نصب لهم. كنت شفت التنصيبات والعديد من الوجوه اللي كل واحد دوك نجبده بوقته، بدا ينصب فيهم ويعلق لهم في ليغرات. لازم واحد ينحيه من الطريق، اللي يبقى يزحمه ويبقى هو فلاتيت. شكون هو اللي راه معاه ممقراد؟ بن علي بن علي، بن علي بن علي اللي راه متشبث لهم كذلك هو والجناح تاعو، وعندهم كل جناح عنده مخابراته الخاصه به واللي تخدم تحت الجناح تاعو، نظام فويوات. بن علي بن علي راه حكم قائد الحرس الجمهوري في الجزائر. فالان حالتين ممكن جدا
هي المعلومات اللي كاينه غادي يحشوا، ولكن السيناريو يا يجبدوه على الحرس الجمهوري، ينحوه من الحرس الجمهوري ويطلعوا لواء يحكم قياده الحرس الجمهوري،